السلام عليكم. معكم خديجة أم ياسمين. غادي نقدم لكم بهذه المناسبة ديال العيد إن شاء الله بإذن الله. غيدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة بكل ما كتمناو يا ربي. غادي نقدم لكم واحد الفخذ ديال الغنمي أولا الكتف ديال الغنمي طيب واحد الطريقة اللي هي زوينة وكيجي لذيذ بزاف، وتجربوه إن شاء الله يعجبكم. دونك عندنا غادي ناخذوا اللحم ديالنا ديال الفخذ اولا الكتف كما قلت لكم، غادي نديروه في الطنجره، نزيدوا معاه 5 دروس ديال الثومه مقشورها، ورقه ديال سيدنا موسى، شويه ديال البسيبيسه ونويويره، 4 معلقه صغيره ديال حبه الهيل، و10 الحبات ديال القرنفل، ومعلقه كبيره ديال السمن، وجوج عويدات ديال القرفه، ونص عرق ديال السكنجبير طري، وشويه ديال زعفران شعره، ومعلقه كبيره ديال عطريه اللحم سبيسيال، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، ونص معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، ومعلقه صغيره ديال الملحه. اذا غادي نديروا الماء الكافي اللي غيطيب لنا فيه هذا اللحم. من بعد ما كيطيب كناخذوا اللحم ديالنا كنديروه في طنجره في اللاطه ديال الفران اللي غادي يتحمر فيها. كناخذوا ديك المريقه فاش طاب لينا اللحم غادي نصفيوها، واللحم كيتحمر لنا في الفران، وحنا مره كنسقيوه بهذا المرق. يعني نخليو كل مره نخليو واحد ربع ساعه عاوتاني نحلو الفران ونبقاو نسقيوه حتى كيتحمر لينا اللحم ديالنا مزيان. من بعد كنخرجوه من الفران وكنقدموه مع واحد القطيبات ديال الصدر ديال الدجاج. اذا بالنسبه للقطبان ديال صدر ديال الدجاج، عندنا 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج، غادي نزيدوا عليه نقطعوه طريفات، ونزيدوا عليه عصير ديال حامضه، وجوج دروس ديال الثومه محكوكين، وشويه ديال السكنجبير طري، ومعلقه صغيره قزبر يابس، وربع معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال العطريه ديال الدجاج المشوي. غادي نخلطو مزيان ونخليو هادشي يترقد لينا واحد ساعه د المكانه تقريبا، وغادي نديروه هكا في قطبان مع فلافل هكا منوعه حمراء وخضراء وصفراء، وغادي نقدموه مع هاد اللحم هذا في الجناب. يعني كاين شي حد اللي ما كياخذش اللحم ديال الغنمي دونك ما نحرموش. اذا غادي نديروا واحد الصلصات اللي غتكون مرافقه لهاد المشويات. الوغ بالنسبه للصلصات عندنا الصلصه الاولى هي نص كاس ديال الكيتشوب، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال لا موطارد، شويه الملحه، شويه البزار، معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، جوج دروس ديال الثومه محكوكين، وكاس ديال لا كريم فريش. هادشي كله غنديروه في كاسرونه كيغلى واحد 10 دقائق وكنقدموه. غنزيدوا الصلصه الثانيه اللي هي عندنا نص كاس ديال الكيتشوب، معلقه كبيره ديال صوص صوجا، معلقه صغيره ديال الحار اما سائل او لا هريسه عاديه، معلقه كبيره ديال العسل، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي نخلطوه مزيان ونقدموه. عندنا الصلصه الثالثه عندنا واحد الياغورت مسوس زائد عصير حامضه، زائد كاس صغير ديال لا كريم فريش، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، نص معلقه ديال بودره الثومه. غادي نخلطو ومنين نقدموه غادي نرشوا الفوق واحد شويه ديال المعدنوس. الصلصه الرابعه عندنا فيها بطاطا مسلوقه ومطحونه، كنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال لا موطارد، 4 المعالق كبار ديال زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، عصير ديال الحامضه، شويه ديال الخل، ونص كاس ديال الحليب، وشويه ديال الهريسه. كنخلطوه مزيان وكنقدموه. هاد لي صوص بربعه بهم كيمشيو كاع مع المشويات وبالصحه والراحه.